في إطار الاحتفال بالذكرى 13 لعيد العرش المجيد، أشرف والي جهة قليميم مسمار رفقة منتخبين وفعاليات محلية على تدشين بعض المشاريع التنموية بإقليم قليميم، كما نظم كرنفال تميز بعرض لوحات فنية بمشاركة أطفال وشباب. حيجب تامك ومحمد فاضل عبيد. احتفالا بالذكرى 13 لعيد العرش، أشرف والي جهة قليميم مسمار رفقة الوفد الرسمي على تدشين مشروع المعصرة العصرية للزيتون بجماعة تاغانت، والاطلاع على مختلف التجهيزات والآليات الحديثة التي تستعمل لإنتاج زيت الزيتون. هذا المشروع والذي يأتي بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مشروع ديال وحده عصريه تتميم الزيتون، ديال انتاج زيت الزيتون. في بعض الاعيمان كتكون الزيت كتخسر للناس، ما كتكون النوبه عند دوك المعصرين الاخرين. هو الحمد لله ملي جات هذه المعصره ربما غادي تختصر شويه. دائما وفي اطار الاحتفال بعيد العرش نظم كرنفال جاب مختلف ارجاء المدينه، اطفال وشباب ونساء من مختلف الاعمار وبمختلف الازياء رسموا لوحات متميزه حملت في طياتها وطنيه صادقه، كشكول متنوع من الثقافه المحليه وعروض فنية ثقافية ورياضية أمتعت الجمهور الحاضر. كما تم خلال هذا الحفل توزيع جوائز على الفائزين في مختلف الأنشطة والمسابقات الرياضية المنظمة تخليدا للذكرى. ننظم اليوم هذا الكرنفال المتنوع في إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى 13 لعيد يعني العرش المجيد. بالطبع هي مناسبة استحضرنا من خلالها المنجزات العملاقة التي تحققت في ظرف وجيز ببلادنا من خلال أوراش كبرى تم تحقيقها في مجالات متعددة. بهذه المناسبة إقليم مدينة قلميم تحتفل كسائر أقاليم المملكة بهذه المناسبة، وتنظم بالمناسبة كرنفال تعيش على إيقاعه مدينة قلميم وتشارك فيه كل القطاعات الاجتماعية. قامت الجمعية بعروض فنية رياضية في خلال هذا الكرنفال كسائر الجمعيات وكسائر فعاليات المجتمع المدني. هذا الشيء هذا جاني زوين وفرحان بأني نشارك في هذا المهرجان هذا، وكنحيي الملك محمد السادس نصره الله، وكنشكر الاطفال كل اللي شاركوا في هذا الاحتفال. كانت تقاليد كمثل العرب او الشلحات شي باش يطلع الكرنفال باش نعبر التقاليد ديالنا. الأنشطة المخلدة لهذه الذكرى تميزت بتنظيم زيارة لقسم الولادة بالمستشفى المحلي بقليميم، زيارة وزعت خلالها العديد من الهدايا على المواليد الجدد.